دكتور طارق يوسف منصور، مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمحافظة اسكندرية. أولا بنحب نهني شعب اسكندرية بحلول عيد الأضحى المبارك لعام 2024. بالنسبة طبعا بالمجازر، مجازر اسكندرية، سيادة المحافظ طبعا أصدر قرار رقم 208 لسنة 2024 وينص على الآتي. أولا فتح المجازر للسادة المواطنين للذبح، ذبح الأضاحي مجانا خلال الأربع أيام بتوع العيد. ثانيا تصريحه للمحلات اللي هي بتاعت الجزارة ان هو ممكن يقيم شادر او يذبح داخل المحل بعد دفع الرسوم المخرجه. بالنسبه للمحل اللي عاوز طبعا ياخد التصريح دهوت، المحل بيدفع حوالي 7500 جنيه غير ال 1500 جنيه اللي هم المعاينه، ويذبح داخل المحل بشرط طبعا عدم اعاقه الماره او تعطيل المرور. بالنسبه للشادر طبعا رسومه حوالي 9000 جنيه غير طبعا رسوم المعاينه. بالنسبه للحيوانات، طبعا الحيوان اللي هو داخل المجازر في ايام العيد، احنا طبعا بيبقى في لجنه على الباب اسمها لجنه الكشف على الحيوان، بيقيس درجه الحراره ودي اهم حاجه طبعا. لو الحيوان طبعا واقف ساكن كده وما بيتحركش والحراره بتاعته عاليه، بنسيبه حوالي ساعه كده لغايه ما نشوف الحيوان ده هيصلح للذبح ولا لا. بنشوف طبعا الحيوان ده عشار او مش عشار. العشار طبعا بيتم استبعاده، ويبدا بعد كده الحيوان بيخش داخل العنبر بتاع الذبح. اما بتحصل اجراءات الذبح بيتم الكشف على الحيوان. الحيوان طبعا اللي هو بيبقى النزف بتاعه قليل او جاي مجهد اجهاد بسبب الحراره، بيتم طبعا استبعاد الاجزاء اللي هتتم اعدامها في المجزر. بالنسبه طبعا للحيوان الصالح للاستخدام الادمي، بيتم ختمه بختم المجزر وتاريخ اليوم اللي هو تم الذبح فيه. طبعا احنا بننصح الساده المواطنين اللي هم بيجيبوا الحيوانات هيذبحوها في المجزر، اما بيخش طبعا المجزر بيسيب الحيوان بتاعه يريح لمده ساعه او ساعتين ويشرب شويه ميه كده قبل الذبح، لان الاجهاد الحراري اللي بيتم اللي هو موجود دلوقتي حاليا في شهر 6 بيأثر طبعا على الحيوان وعلى جودة اللحوم بتاعة الذبيحة. طب افرض انا هفترض ان الحيوان النهارده هرب من الراجل، انا بتكلم على اللي بره المجزر عند الاهالي، وبشوف ناس كتيره العجول بتهرب منهم واول ما يمسك العجل ويروح ذبحه على طول. طبعا ده غلط وبينتج عنه ذبيحه غير صالحه للاستهلاك الادمي. المفروض في حاله زي كده ان النهارده الناس بتمسك الحيوان ده وبتربطه وبتسيبه لمده مش اقل من 4-5 ساعات، ويا ريت يرشوه بالميه بحيث ان هو الحراره بتاعته بتبدا تهدى، وببدا بعد كده اذبحه واخد ذبيحه صالحه للاستهلاك الادمي. ده بالنسبه لاجراءات المجازر. الساده المواطنين اللي بيتم شرائهم للاضحيه بينزلوا الاسواق اللي هي الاسواق بتاعتنا في ضواحي مدينه اسكندريه او في ضواحي مدينه برج العرب. انا بنصح طبعا المواطن القليل الخبره بالنسبه لشراء الحيوانات ان هو ياخد حد متخصص او له خبره، سواء طبيب بيطري او سواء حد يكون فاهم طبعا في شراء الاضحيه، لان غالبا بيبقى في كميه من الحيوانات المعروضه في الاسواق سواء بيبقى عنده مرض غير ظاهر للشخص العادي، او ان هو بيبقى مصاب بمرض داخلي الشخص العادي مش هيعرف يميز الموضوع ده. ده بالنسبه لشراء الاضحيه سواء الغنم او البقر. ويا ريت ان هو طبعا انا بتكلم على الحاجات التجاريه، المعامله التجاريه، ان هو لو في معامله مع الراجل بيديله جزء من الفلوس، وبعد ما يروح الذبيحه عنده او الاضحيه عنده في البيت لو هي طلعت سليمه يبقى خير وبركه، ادينا له بقيه فلوسه. دي باكد عليها بالنسبه للمواطنين، لان بيجي لنا شكاوي كتيره جدا من موضوع شراء الاضاحي. تمام. طبعا بالنسبه للخرفان او الماشيه، لازم ان هو يكون حركته حركه طبيعيه المعتاده، ما يكونش حيوان خامل، ما يكونش حيوان النهارده الخمول ده معناته انه في درجه الحراره بتاعته عاليه وعنده مرض طبعا هو مش هيعرف يكتشفه، لازم يتم اكتشافه عن طريق الطب البيطري.
وانصح المواطن طبعا قليل الخبره ان هو يتجه للمحلات بتاعت الجزاره اللي هو هيشتري منها حيوان. صاحب المحل طبعا كاشف عليه وعمل له عمليه فرز وجايب له طبعا اجود حيوان عرضه عنده. وانصحه ان هو يبعد عن الباعه المتجولين اللي هم بيسرحوا بالخرفان والحيوانات في الشوارع. ودي اهم حاجه بنصح بيها المواطن. بالنسبه لحضرتك للاجراءات الظاهريه، ايه ممكن ان انا غير ان هو يكون بحركته او يكون نشيط في الحركه، ايه تاني ممكن ان انا بشوف المشي، بشوف الوقفه بتاعته. بالنسبه للخرفان طبعا ما يكونش بيميل على جنب وجنب، لا ما يكونش بيلف حوالين نفسه. القرنين بتوعه يكون سلام. شوف المخاط اللي هو في المناخير، لو هو النهارده مخاط لزج ومايل للون الرمادي بستبعد الحيوان ده، طبعا ده مصاب باعراض تنفسيه. ما يكونش طبعا بتشد طبعا الصوف بتاعه او الشعر بتاعه. اذا كان سهل اللي هو نزعه من الجلد طبعا بستبعده، ما بيبقاش محبذ بالنسبه لي ان انا اشتري الذبيحه دي. الخرفان طبعا بتعدي فوق ال6 شهور. والشياء او هو النعاج مصرح بذبحها طبعا بالنسبه كأضحيه. بالنسبه للحيوانات الكبيره طبعا العجول برضو بيبقى فوق ال6 شهور ويكون الوزن بتاعه عالي ووافي. ده بيبقى مستوفي الشروط اللي هي شروط الذبح الاسلامي. بالنسبه للبقر طبعا نفس الكلام، ولازم اتاكد قبل ما اخد ذبيحه اللي هي الاناث الماشيه ان هو ما يكونش طبعا عشار. ودي اهم حاجه باكد عليها. حابين نتكلم على شروط الذبح الاسلامي عشان بيبقى فيه مخالفات كتيره جدا موجوده بالنسبه لايام عيد الاضحى. احنا نتكلم اولا على الجزار. طبعا معظم الجزارين اللي بيعدوا وبينادوا على الناس في الشوارع دول بيبقوا جزار، يعتبر جزار متجول او عديم الخبره او خبرته قليله. فانا بحب اكد على المواطن ان هو يجيب جزار متخصص من محل جزاره ومضمون، اعرف ارجع حتى على الراجل الجزار اللي جايب لي الجزار ده ويبقى هو المساءله معاه هو. بالنسبه طبعا للحيوانات بشوف كتير ناس بتذبح الخرفان بال10 خرفان وال20 خروف قدام بعض. ده طبعا منافي للشريعه الاسلاميه. المفروض الحيوان بيتم ذبحه بصوره منفرده، ما يذبحش الحيوانات قدام بعض. برضو بالنسبه للعجول بشوف الناس النهارده بتذبح العجل وهو واقف، او العجل جري منه بيعرقبه من رجليه وبعد كده مش عارف يسيطر عليه فبيعرقبه او بيخبطه بعصايه على دماغه. وده طبعا منافي، ده مش ذبح اسلامي. انت بتذبح حاجه في العيد الاضحى ابتغاء مرضات ربنا، فما ينفعش ان انا اذبح حاجه بطريقه مخالفه للشرع الاسلامي. فباكد ان النهارده الحيوان المرعوب ده او الخايف اللي انت بتضربه بعصايه وانت بتعرقبه ده طبعا حيوان اولا منافي للشرع الاسلامي، ثانيا انت هتاخد ذبيحه او اللحمه نفسها هتبقى غير صالحه للاستهلاك الادمي. اللحمه انت حضرتك هتحطها في الفريزر او في الثلاجه هتلاقيها بعد 3 4 ايام اخضرت وطلع لها ريحه. ليه؟ لان ده ما حصلوش نزف كامل والحيوان نفسه مرعوب. الحيوان المرعوب ما بينزفش نزف كامل. خلاص؟ ده بالنسبه للموضوع الحيوانات. طبعا بالنسبه لطبيعه الذبح نفسها، السكينه طبعا لازم تكون حاميه، الحيوان ما يشوفهاش. بقطع الوداجين اللي هم الوردين اللي هو اليمين والشمال، وباخد معاهم القصبه الهوائيه. تمام؟ ولو حصل ان البلعوم اتقطع معاهم وده يعني يجوز، ولو ما حصلش مش مشكله. المهم القصبه الهوائيه والوردين اللي هو اليمين والشمال. ده بالنسبه للذبح الاسلامي. كنت عاوز اكد على حاجه تانية، ان النهارده الناس بتاخد اللحمه وبسرعه بيقطعها الجزار وبيعبيها له في اطباق واسترتشات، والاسترتش ده بيصهد اللحمه، لان اللحمه المفروض ليها فتره بيقولوا عليها باللغه الدارجه تشميع اللحوم. لازم تقعد اللحمه من ساعه لساعتين. وطبعا معظم الجزارين اللي هم البروفيشنال والمحترفين بيشغل مراوح للناس وهو قاعده على اساس تبقى اللحمه بسرعه بتاخد الساعه اللي هي التشميع دي. واللحمه بعد كده بتحس ان هي لحمه بردت شويه، ما بتبقاش لحمه سخنه، وببدا بعد كده اعبيها. الناس اللي بتستعجل وبتعبي اللحمه بسرعه في اطباق وفي اكياس وتحطها في استرتشات وتحط في الفريزر 3 4 5 ايام، لما تيجي تطلع اللحمه واللحمه بتتحط فوق بعضها بتلاقي فيه طبقه من العفن الاخضر فوقيها. وللاسف الناس دي بترمي اللحمه وبتيجي تشتكي كلها، يقول لك الحيوان مش عارف مريض، وهو الحيوان لا مريض ولا حاجه، ده سوء تعامل من الجزار او مع من اللي بيعبي بالنسبه للحم. فاحنا بنحب ناكد على الكلام ده، ان اللحمه لازم تتهوى كويس جدا، تتقطع
وبعدين تتفرد شويه كده في الثلاجه، وبعدين احطها في الفريزر، وبعد كده هو تاني يوم ابدا انقل الطبق اللي تحت احطه فوق، لو انا عندي كميه مثلا في الديب فريزر بتاعي او في الثلاجه، بحيث ان التجميد ودرجه التبريد تتوزع على اللحوم من فوق ومن تحت ومن جميع الاتجاهات. كده انا باخد حته لحمه ممكن تقعد معايا سنه في الثلاجه.